السلام عليكم. هل في حاجة اسمها مفيش إعفاء عشان ظروف البلد؟ يعني دلوقتي مصر في ظروف حوالينا، وفي فلسطين بيتم الحرب فيها، وفي مصر بيقول لك بيعدوا القادة وبيعدوا الجيش عشان لأي ظروف أو أي حالة طوارئ تحصل. واحنا عندنا ما شاء الله جيشنا قوي، فانت بيبدأ يعدك ويبدأ يعد الأسلحة ويبدأ يظبط الدنيا. فهل في حاجة اسمها أصل احنا دلوقتي يا الدفعة الجديدة اللي بنقدم مفيش إعفاء عشان ظروف البلد وعشان ظروف الجيش وعشان ظروف الدنيا دي، ولا اي حد عنده مرض او عنده مشكله امنيه ده كده كده بيبقى معفي، ملوش علاقه بالفكر، ملوش علاقه بالكلام ده؟ طيب، قبل ما ارد عليك او قبل ما اجاوبك على الكلام اللي بيثار ده او على التساؤل ده، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتعمل لايك وتفعل الجرس عشان ان شاء الله يوصلك كل جديد ليه علاقه بالتجنيد. طيب، مبدئيا انا دلوقتي في حاجه اسمها اصل هو البلد بتمر بظروف، اصل مش عارف اصل هم مش هيعفوني امنيا، اصل هم مش هيعفوني طبيا، حتى لو عندي اي حاجه هيدخلوني، حتى لو عندي اي مشكله مش هيعملوا فيا حتى لو عندي اي مش عارف في حاجه اسمها كده؟ يعني في حاجه اسمها اصل ظروف البلد بتمر بظروف صعبه، في اي مجند حتى لو راح مكسح هياخدوه؟ مفيش حاجه اسمها كده. مفيش حاجه اسمها اصل انا لو رحت مكسح هياخدوني. يعني يعني انت دلوقتي رايح نظرك ضعيف ما بتشوفش، هياخدك يعمل بيكي في الجيش. وما اقصدش انك ما بتشوفش انك انت بقلل منك او اي حاجه، بس انا بقول لك انت رايح نظرك ضعيف دلوقتي، دخلت الجيش، هيعمل معاك هو ايه هو اللي ممكن يعمله معاك؟ يعني ايه هو اللي هيخليه، ايه السبب اللي هيخليه ياخدك في الجيش؟ رحت له عندك رباط صليبي، رحت له عندك الضغط، عندك القلب، عندك اي مرض من الامراض المزمنه اللي هي ممكن تاخدك تنهي حياتك في اي وقت. الامراض دي فيها كلام يعني. فما فيش حاجه اسمها كده، ما فيش حاجه اسمها اصل البلد في ظروف صعبه، اصل البلد ظروفها مش عارف اصل البلد ظروفها مش عارف اصل هي مش، اصل هم بياخدوا اي حد، اصل انا عشان كده طلع مبرر. وناس اللي بتقولوا ناس مش كويسه، ايه المبرر؟ بيقول لك بص، لما تروح هناك ما تقولهمش انك عندك اي مشكله، لو عندك اي مشكله طبيه ما تقولهمش، اوعى تقول لهم على المشكله الطبيه. طب ليه ما اقولش؟ قال لك عشان انت لو عندك اي مشكله طبيه وقلت لهم برضه هياخدوك، هتمرمط نفسك وهياخدوك. يا حبيبي مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها اصل هم هياخدوك فين؟ هو انت لو تعبان ورايح لهم هياخدوك، لو مقدر ليك ان هم ياخدوك، لو انت الحاجه اللي انت بتشكي منها مش موجوده، ده مش معناه ان كل الناس اللي بتخش عشان الكلام يكون مفهوم، ده مش معناه ان كل الناس اللي بتخش التجنيد بتبقى سليمه. لا، في ناس بتخش التجنيد ومش سليمه، بس دول مقدر ليهم. انما الموضوع بعيد عن فكره عن فكره اصل هم احنا بندخل اي حد الجيش. يبقى لو انت تعبان اشتكي، وارد ان ربنا يكون شايل لك الخير في دخولك، وارد ان ربنا يكون شايل لك عدم الخير او الخير في عدم دخولك، فانت الحالتين هتشوفها. بس ده مش معناه ان انا لو عندي مرض او عندي ازمه او عندي اي حاجه ما اشتكيش منها. ان انت لو عندك اي حاجه هتقدر تشتكي منها وهتقدر تقول عليها، قول عليها وانت مغمض، ما تخافش، قول عليها وما تتكسفش. طب ليه اقول عليها؟ قول عليها لان انت موضوعك هيتفحص، ومحدش هيبص لك بفكره اصل احنا داخلين حرب، اصل احنا داخلين مش عارف فين، اصل احنا عاملين مفيش حد بيفكر كده، ومفيش حد بيبص للموضوع ده. لو عندك مشكله تستوجب الاعفاء هيدوك اعفاء من غير اي حاجه، فما تخليش حد يقول لك لا ظروف البلد او اي حاجه. هو ادعى ليه، هو لو ظروف البلد او بيبص لظروف البلد، الجيش لو بيبص لظروف البلد مش هيجيبك انت يا مجند جديد. امال بيعمل بيبدا يستدعي الناس اللي كانت في الجيش موجوده قبل كده، اللي هم مثلا احنا دلوقتي في 2023، هيبدا يستدعي مثلا من دفعات 2013 2014 2015، الناس اللي هي لسه في الشهاده بتاعتها بتقول ان هم ممكن يتم استدعائهم. الناس دي هو هيستدعيهم ليه؟ دول هيستدعيهم عشان بيعمل منهم معسكرات او بيعمل منهم اي حاجه او الكلام ده. انما انت هيستدعيك؟ لا، انت هيدخلك وانت عندك مرض، مستحيل ده يحصل. وما تخليش حد يلعب لك في دماغك ولا يقول لك انت عندك مشكله ما تقولش، لا قول وسيبها على ربنا. شكرا جزيلا، سلام عليكم.